السيد الرئيس، السادة رؤساء المجالس والبرلمانات الشقيقة، السادة رؤساء الوفود البرلمانية، السيد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني أن أتناول الكلمة باسم برلمان المملكة المغربية، ويقتضي المقام أن أحيي جميع الأشقاء في هذا المحفل الكريم، شاكراً بالخصوص للإخوة في المؤسسة التشريعية الجزائرية الشقيقة كرم الاستقبال وحسن الاستضافة في هذا المؤتمر 38 للاتحاد البرلماني العربي، في هذه الدورة التي تتميز بكونها تنعقد في منطقتنا المغاربية بكل ما تمثله من ثقل تاريخي وحضاري وثقافي وإنساني وازن في الجسد القومي العربي ذي الأفق المشترك والمصير الواحد. وينبغي أن أثمن اختيار الموضوع الحيوي الراهن الذي تم اختياره إطاراً لهوية هذه الدورة وسقفاً للحوار والنقاش داخل هذا المؤتمر، إذ أن التفكير في دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية يشكل انشغالاً مركزياً في سيرورة منظمتنا البرلمانية ومقاصدها ورهاناتها، وهو أيضاً انشغال بالأدوار التي ينبغي أن تنهض بها كافة الإطارات والمنظمات العربية الحاضرة والنشيطة في الساحة العربية المهتمة براهن أمتنا العربية ومستقبلها. الموضوع إذن هام، وهو يتخطى الإطار التنظيمي لاتحادنا البرلماني العربي إلى مستوى إشكالي عميق شاسع ممتد في الزمكان، ويمس بكل تأكيد قضايا استراتيجية مثل ما يمس مجموع المتغيرات التي عرفتها وتعرفها منطقتنا العربية ويشهدها العالم بأسره. ولا شك أن كل ملاحظ موضوعي يقدر ما للاتحاد البرلماني العربي من دور حيوي ضروري في لم الشمل وجمع الأشقاء تحت سقف مكان واحد، حيث ينصتون لبعضهم البعض ويوحدون الآفاق المتعددة في أفق مشترك، ويأتلفون أو يختلفون حتى دون ما قطائع أو توترات. ويظل اتحادنا هذا مثالاً للتأمل والعبرة، من حيث بقي منذ تأسيسه يوفر للبرلمانيين العرب على اختلاف مجالسهم التشريعية وتعدد تجاربهم وممارساتهم الديمقراطية إطاراً للحوار وحشد الطاقات ومواجهة التحديات وتجميع وتوحيد الإرادات والحوار من أجل إيجاد الصيغ المشتركة التي توحد ولا تفرق، تقرب وجهات النظر ولا تباعد فيما بينها، وترسم سبل التعاون بين أعضاء المجالس البرلمانية العربية، كما هو واضح من ميثاق هذا الاتحاد العربي، خصوصا فيما يعبر عن إرادة أمتنا العربية وقيمها وسعيها إلى خدمة قضايا السلم والعدل والتعاون الدولي والتعلق بمبادئ وقيم المجتمع الإنساني والحضارة البشرية والقيم المثلى للأمم المتحضرة. وينبغي في السياق ذاته أن نشهد للاتحاد البرلماني العربي بأدواره في تمييز اللقاءات المنتظمة بين قيادات وأعضاء المجالس البرلمانية العربية، وتنسيق الجهود بينهم في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية، وإشاعة القيم الفضلى والثقافة الديمقراطية والتقريب بين ممارساتنا البرلمانية العربية، وزرع وترسيخ تقاليد التواصل الأخوي والإنساني. ومن جانب آخر فنحن جميعا ندرك ونقدر حجم التغيرات الكبرى
المتسارعة التي يشهدها العالم في وقتنا الراهن، وما تطرحه من تحديات جسيمة على شعوبنا العربية، وهو الأمر الذي يختبر فعالية الاتحاد البرلماني العربي كمنبر لإسماع أصوات الشعوب العربية، ويستوجب إعادة النظر في آليات اشتغال الاتحاد. السيدات والسادة، إن التغيرات التي تمس راهنا النظام الدولي في ظل عدة مستجدات وتأثيرات متشابكة من العناصر الجيوسياسية تعيد اليوم صياغة المشهد الكوني وملامح القوى العالمية والإقليمية، وذلك ما يجعلنا كأمة عربية أمام رهانات وتحديات وأزمات أضحت تشكل واقعنا من جديد. ولم يعد يخفى على أحد نقط التغير الحاسمة التي تمس جملة من الملفات الاستراتيجية وتدفع نحو تسارع الجهود بحثا عن توازنات جديدة في النظام العالمي. لذا علينا أن نتأمل المشهد الكوني اليوم كأمة عربية واحدة موحدة، نزاعات حادة وحروب هنا وهناك بكل تداعياتها الراهنة والمستقبلية، ولكن التحدي الأكبر والانشغال المشترك يظل هو القضية الفلسطينية التي تمر بظرف دقيق سمته كما ورد على لسان جميع السادة الرؤساء: العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وفي هذا الصدد أضم صوتي إلى أصوات الزملاء في إدانة أعمال القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد جيش الاحتلال، والدعوة إلى الوقف الفوري لهذا العدوان وإنهاء الحصار ووقف كافة أشكال الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفتح المعابر وإفساح المجال للأعمال الإنسانية، ووقف استهداف أطقم الإغاثة المدنية، وتمكين الشعب الفلسطيني من مستلزمات الحياة. وبالتأكيد فإن وقف العدوان وإنهاء كافة أشكال مظاهر الحرب ينبغي أن تكون منطلقاً لأفق سياسي ودبلوماسي يجسد أمل الشعب الفلسطيني في إنهاء معاناته وإنهاء احتلال أراضيه، وأن يصار إلى مفاوضات جادة وصادقة برعاية دولية يكون هدفها التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يضمن قيام دولة فلسطينية معترف بها قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الصدد لا يفوتني ولا تفوتني الفرصة للتذكير بالمواقف المشرفة والرؤية الحصيفة والدعم الذي يقدمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية، وبما ينجزه بيت مال القدس من أعمال إنسانية واجتماعية تعزز الصمود والوجود الفلسطيني في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة، كترجمة ملموسة للمواقف التاريخية التي كانت دائما المملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة ومكونات سياسية ومدنية إزاء القضية الفلسطينية. ولا أريد هنا أن أتحدث بلغة الوعظ، ولكن التغيرات الدولية والإقليمية تطرح علينا جميعا كنخب سياسية أو فكرية عربية وقيادات على كل المستويات أن نفكر تفكيرا جديدا واقعيا براغماتيا يقدر الظروف والشروط والإمكانات المتاحة، ويرسم الدور الذي يمكننا أن ننهض به دفاعا عن الوجود العربي وصيانة لمكانة أمتنا العربية تحت الشمس وحرصا على استقرار القرار العربي. علينا أن نتكلم لغة جديدة
تعرف كيف تصف عصرها وتعبر عن مصالحها، وكيف نتواصل وتتواصل وتؤثر وتقنع. هي لغة علينا أن نصوغها معا سويا بإرادة موحدة وفي أفق مشترك. الأخوات والإخوة، يتمثل واحد من المداخل الجوهرية التي لا محيد عنها في تغيير وضعنا الراهن المتسم بالنزاعات والانقسامات، في التخلص من نزعات إيذاء الآخر وخاصة الشقيق، واحترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها الوطنية باعتبارها من أركان العلاقات الدولية والحجر الأساسي للقانون الدولي. أتمنى لمؤتمرنا كل النجاح والتوفيق، وأشكر لكم حسن الإصغاء.